السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد احوالكم يا رب. احنا النهارده قلنا كده ناكل نتغدوا سمك مقلي. انا جبت سمك كده ونضفته، طبعا كلنا عارفين هو بيتنضف ازاي. وحطيت عليه شوية ملح كده وليمونتين، وسبتهم شوية كده نص ساعة، وبعدين غسلته تاني كويس. وتبلته كده زي ما حضراتكم شايفين. انا بحب قوي احط يعني بصلايه مبشوره كده صغننه قوي كده مع الثوم. انا جبت توم وفلفل احمر وملح وكمون وشويه فلفل اسمر صغيرين قوي. اجي ده الثوم وعليه فلفل احمر وعليه كمون، والبصلايه هي بص يعني انا بشرها بشره ناعمه جدا جدا، وحاطه لها شويه فلفل اسود صغيرين، وادي الكمون اهو عليه كمان. وبعدين بقى هنلخبطهم كده على بعض. وانا حطيت شويه بابريكا هنا، مع يعني انا ما حطيتش شطه لان طبعا الفلفل الاحمر حامي جدا. بس كده هنقلبهم كده في بعض، وبعدين هنحشو بيه بقى السمك، وهنسيبه كمان نص ساعه كده ولا ساعه، مش مشكله ان هو يتبل بس ويبقى كويس، على بال طبعا ما السمك يتبل. هنبتدي بقى نعمل الرز وسلطه البطاطس وكده يعني. انا هنا رحت جايبه بصلايه كده مخرطه. البصله بتاعه الرز الصياديه ما بتبقاش يعني مبشوره ناعمه، لا هي بتبقى متخرطه كده يعني حتت كده، وطبعا لازم تبقى غامقه عشان الرز بتاعنا يحمر. هي بالنسبه دي هنحط بقى شويه ميه كده وشويه رز. انا بصراحه ما عملتش كتير رز صياديه احمر، لان في بيحبوا رز ابيض ورز احمر، فانا عملت كده وعملت كده. هنا كان السمك بتاعنا خلاص اتبل. هحط شويه زيت على النار يسخنوا، ما يعني ما تقدحوش جامد قوي لان الزيت بيبقى ابيض ونضيف، بس ايه سخنيه يعني. عايزاه سمك مقلي ناشف. بتحطي على الدقيق شوية نشا علشان يبقى مقرمش كده وحلو. عايزة تعمليه بالخل والثوم. بتحطي ثوم وشوية مية وشوية خل بس صغيرين يعني، تحطي ملح، وبعدين يبقى كده هو سمك بخل. انا طبعا هنعمله بصلصة يعني. فانا ابتدينا بقى نقلي السمك. طبعا كل ستات مصر شاطرين بصراحة يعني. انا ما بعملش اضافات جديدة ولا حاجة، بس يعني لما بعمل اي حاجة حتى ولو بسيطة بحب اشارككم معايا. في ناس والله يعني بتنسى النهارده، عايزه كل يوم نقول هنعمله اكل ايه، هنشربه ايه، هناكله ايه، هنعمله ايه، هنروحوا فين. فطبعا احنا بنفكروا بعضينا يعني مش اكتر. انا هعمل مسقعه. انا جبت هنا البتنجان، قطعته زي ما حضراتكم شايفين كده حتت صغيره، مش متخرط كبير مدور كده، لا انا بحب اعمله كده. وبتقليه كده تطلعيه دهبي، ما تحرقهوش قوي عشان ما يبقاش غامق وشكله مش حلو. وحطيت كمان بطاطس برضو بتبقى معاه جميله، اللي مش عايز يحط بطاطس ما يحطش عادي، مفيش مشكله. انا عملت سلطه صلصه المسقعه دي. انا بصراحه بحبها مضروبه في الخلاط او مبشوره، مضروبه قصدي في الكبه متقطعه كده يعني حتت، او مبشوره، لكن ما بعملهاش عصير طماطم. انا النهارده عملت عصير طماطم لاني بما اني هعمل سمك بالصلصه، فقلت هي تبقى صلصه يعني ايه واحده كده مع بعضيها المره دي. وبعد ما بتعمليه احنا بنجيب برضو حته من الثوم اللي احنا عملناه للسمك بس من غير كمون. قبل ما احط عليه الكمون انا حمرتها في معلقتين زيت، ورحت حاطه الطماطم طبعا بتضربيها في الخلاط، بس لازم تصفيها عشان تحوشي منها البذر والقشر، بيبقى شكله مش لطيف بصراحه ومش حلو. هنا عملت المسقعه وخلاص. وكنت قاليه فلفل كده، حطيت يعني قرن فلفل كده. هنا كانت الميه غليت، اللي انا حطيتها مع البصل الميه غليت وسقطت الرز خلاص. حطيت شويه ملح، حطيت رشه فلفل اسود. انا بصراحه بحط برضو جزرايه مبشوره، بس انا نسيت. انا بشرب جزرايه وكل حاجه، بس انا حطيتها في الطبق ونسيتها. هنا عملت سلطه بطاطس بالخل والثوم والبقدونس والفلفل الاخضر والبابريكا برضو، وخل وزيت، تبقى جميله قوي بصراحه يعني جنب اكله السمك دي. يا ريت اللي وصل لحد هنا في الفيديو، يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. الرز هنا قرب خلاص يستوي.
هنغرفه بقى المسقعه كده، شايفينها جميله ازاي؟ حلو قوي. دايما تحطوا مع اي صلصه طماطم تحطوا رشه سكر كده صغيره، علشان الصلصه ما تعملش حموضه. انا قليت السمك خلاص وحطيت عليه الصلصه بتاعته. تحطي بقى ايه على الصلصه بتاعته كده شويه خل كده حلوين. هو كان سخن جدا، انا بفتح لكم السمكه عشان تشوفوا ان لحمها ابيض ونشيف. انا ما بحبش صراحه السمك الكبير قوي قوي ده، لا بيبقى يعني بصراحه بيبقى مش حلو، ما بيعجبنيش، بيبقى مفتل كده ومش حلو. وبرده انا ما نسيتش عندك ان احنا عرقوبات نعمله شويه حاجه ساقعه كده. جبت تعرفينش. عناب كده ونقعته، انا طبعا عشان عندي ضغط برده ما برضاش اغليه، بنقعه عشان ينزل الضغط شويه. انا قعدت حوالي 6 7 ساعات يعني، وممكن يبات كمان، لما بيبات بيبقى احلى. وبس خلاص كده الفيديو خلاص. يا رب تكون فيديوهاتي خفيفة عليكم وتطبقوها وتعملوها، واتمنى لكم غدوة سعيدة ان شاء الله. مع السلامة.
عندك على الكومود بتاعك انتي.